المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: إريتريا تشارك في الاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز. أحياء يوم المزارع في عبدخالة. بدء خدمات مدارس أفعبة الجديدة. الشرطة الروسية تنتشر في كوباني السورية. رئيس وزراء اليابان يدعو كوريا الجنوبية للوفاء بوعودها. ومسؤولو الصحة يعلنون انتصارا على مكافحة شلل الأطفال. أهلا بكم مشاهدينا. شاركت إريتريا في الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر 18 لقمة دول عدم الانحياز الذي عقد في مدينة باكو الأذربيجانية يوم الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر الجاري. وألقت مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسفا مريم كلمة في الاجتماع الذي شاركت فيه جميع الدول الأعضاء 120. أوضحت موقف إريتريا من التطورات الإقليمية والسلام والتعاون ومحاولات فرض أجندة سياسية بذريعة حقوق الإنسان. وقالت إن هذا الاجتماع يؤكد المبادئ العشر لباندونغ المتضمنة الاحترام المتبادل للسيادة وعدم الغزو والتدخل في القضايا الداخلية والمساواة، مشيدة بإشارة الحركة للتطورات الإيجابية في منطقة القرن الأفريقي باعتبار أن تمتين السلام والأمن الدولي من المبادئ الرئيسية لدول عدم الانحياز. وأضافت السفيرة صوفيا أن اتفاق السلام والتعاون المشترك التاريخي بين إريتريا وإثيوبيا والاتفاق الثلاثي بين إريتريا وإثيوبيا والصومال لتقوية السلام الإقليمي والبيان المشترك لرؤساء إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان للدفع بالتعاون الإقليمي، وكذلك تعهد إريتريا وجيبوتي بفتح صفحة تعاون جديدة قد خلق مناخ السلام والأمل المبشر بعد عشرات السنوات من الحذر والنزاعات في المنطقة. وأشارت إلى أن التطورات التي ظهرت مؤخرا بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان تعكس رغبة وتمنيات شعوب المنطقة خاصة وأفريقيا عامة للتطور المستدام، مؤكدة عمل إريتريا بالتعاون مع دول الجوار لنهضة الإقليم وتعزيز السلام والأمن والتنسيق الاقتصادي، وأن إريتريا ستدافع بقوة على مبادئ حركة عدم الانحياز المتمثلة في الاستقلال السياسي وعدم التدخل في قضايا الآخرين. وشددت على ثقة إريتريا القوية بأهمية التنفيذ الفاعل للقانون الدولي من أجل السلام والأمن العالمي المستدام، وأن غياب ذلك يؤدي لنزاعات إضافية وعدم الاستقرار والأزمات. وحول قضية حقوق الإنسان أوضحت بأن إريتريا تطالب بمنح جميع الحقوق الإنسانية الاهتمام المتساوي دون تمييز، وإن من المحزن مشاهدة طرح بعض القضايا التي ليس لها ارتباط كأداة لفرض أجندة سياسية في هذه الآونة، وترغب إريتريا في إجراء نقاش جاد في هذه القضية. هذا وسيعقد مؤتمر القمة 18 لدول عدم الانحياز يومي غدا وبعد غد 25 و26 من أكتوبر الجاري. تفقد مدراء الضواحي والمزارعون النموذجيون من مختلف ضواحي مديرية عبدخالة مزارع بذور الذرة المحسنة في نداغريش وفقيا جغمطي بمناسبة يوم المزارعين. وأوضح الزوار بأنهم سيقومون السنة القادمة بزراعة بذور الذرة المحسنة لتلمسهم نتائجها المرضية. وذكر مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد نقوسي والدمكير الجهود المبذولة لرفع الإنتاج والإنتاجية، موضحة بأن بذور الذرة المحسنة هذه وزعت ل 387 مزارع في السهول الغربية وحققت نتائج جيدة. وأشار مسؤول قسم تنمية النباتات في الإقليم الجنوبي السيد تخلو براخي إلى أن بذور الذرة المحسنة تتحمل غزارة المياه والجفاف، موضحا عمل وزارة الزراعة لتأمين الغذاء المتكامل. وقال مدير مديرية عبدخالة السيد عند مسقلة حنوم من المزارع الجماعية وتوزيع البذور تحقق نتائج جيدة في المديرية، مؤكدا تعاون إدارة المديرية للدفع بالإنتاج الزراعي.
نظم الإريتريون المقيمون في مدن روتردام وأمستردام الهولندية ولندن البريطانية ومومباسا الكينية والكويت وروما الإيطالية إضافة إلى إسرائيل سيمينارات حول الأوضاع الراهنة في البلاد والفرص الاستثمارية المتاحة. ووفق المعلومات الواردة من المراكز الجماهيرية والدبلوماسية، عقد سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد نغاسي كاسا في 19 من أكتوبر الجاري في مدينة روتردام وفي 20 من نفس الشهر في مدينة أمستردام سيمينارات قال فيها أنه يجب مراجعة النظر إلى المرحلة العصيبة التي تجاوزناها للولوج إلى آفاق السلام الراهنة، مما يبرهن ذلك قيمة السلام الرزينة، موضحا أن ذلك تحقق بفضل وحدتنا وتصدينا الراسخ منذ النضال التحرري. وقدم سعادته توضيحا مفصلا بالتركيز على القطاعات البينية والمخطط لها حول المرحلة التي تخطو جيدا بإعادة العمل في البرامج الإعمارية والتنموية التي تعرقلت لمختلف المعوقات، ووضع خطط لجعل المواطنين المستفيدين الأوائل من تلك الفرص الاستثمارية المفتوحة. في غضون ذلك نظمت السفارة الأوروبية في بريطانيا وشمال أيرلندا بمدينة لندن في 19 من أكتوبر سيمينارا مماثلا دعت فيه الإريتريين للاستفادة الجيدة من فرص الاستثمار المتاحة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي بتمتين وحدتهم وترابطهم. وقدم مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية السيد تيدروس غيتوم توضيحا حول تنفيذ برامج تنموية في البلاد بهدف الدفع بالتطور الوطني والإقليمي، وتحدث بإسهاب حول القطاعات والفرص الاستثمارية المفيدة والأرضية المهيئة لذلك. كما عقد سفير إريتريا في كينيا السيد بين رؤسهم سيمينار الإريتريين المقيمين في مدينة مومباسا في 21 من أكتوبر الجاري حول الأوضاع الراهنة في البلاد. وأشار إلى أن إريتريا وبفضل شعبها الصامد وقيادتها الرشيدة وسياستها الثاقبة تجاوزت كافة العدائيات وحققت انتصارا يفتخر به كافة الإريتريون. ولتفعيل هذه التطورات واستدامتها ظلت تسير مختلف برامج الشراكة مع الدول الإقليمية وغيرها في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وفي الختام ذكر السفير بياني المواطنين الاستفادة من التحسينات التي تقوم بها الحكومة الإريترية في المرحلة الراهنة والفرص الاستثمارية المتاحة. في غضون ذلك عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في دولة الكويت السيد حمد يحيى حالي سيمينارا للإريتريين بالكويت قال فيه أن الحكومة وضعت خطط استثمارية وبرامج تنموية تفيد كافة المواطنين، داعيا كافة المواطنين لتلبية ذلك النداء بوعي عال للاستفادة من تلك الفرص وتهيئة بيئة جيدة للأجيال المتعاقبة. كما عقد سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيساتيون بيتروس في 20 من أكتوبر الجاري للإريتريين في روما الإيطالية سيمينارا مماثلا ذكر فيه بأن الحكومة الإريترية وانطلاقا من تفعيل ثروات البلاد بأسلوب مستدام لصالح المواطنين والوطن ولإفادة المواطن من هذه الفرص يجب على المواطن اتخاذ خطوات بناءة مدركا أهمية أهداف الفرص المتاحة. من جهة ثانية أكدت المرأة الإريترية المقيمة في إسرائيل في اللقاء المنعقد في 21 من أكتوبر الجاري جاهزيتها لتعزيز تأطيرها منضوية تحت راية الاتحاد الوطني للمرأة والمساهمة بفعالية في كافة البرامج الوطنية. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلامون كيمفيه أوضح أن الاجتماع يتميز بانعقاده بالفترة التي يحتفل فيه بالذكرى الأربعين للمرأة الإريترية، داعيا المرأة لتقوية تأطيرها وتعزيز أنشطتها مستفيدة من المرحلة المبشرة التي دخلتها البلاد. في الختام وضعت المجتمعات بالتركيز على المنشورات التي بعث بها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وضعنا برامج مستقبلية للعمل. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة سيدة آتسفا ميكيل سيمينارا في مدينة صنعاء بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد، وقدمت توضيحا موسعا لبطولات المرأة ومرحلة الشراكة والصداقة المباشرة التي جاءت بفضل التصدي والصمود وتضحيات الشعب الإريتري، والذي يحمل المرأة مسؤولية أكبر وتعزيز مشاركتها ومساهمتها بوعي. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيدة سنايت أفورقي أن على المرأة عامة والشابات خاصة رفع وعيهن والاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية المتاحة. وطالبت المشاركات في السمينار بعقد لقاءات مماثلة لتقوية تأطير المرأة في الريف النائي لتخطي التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضغوطات العادات والدفع بالأنشطة التعبوية التي أسهمت في مكافحة العادات الضارة ومواصلة التدريب المهني وفرص القروض.
بدأت المدارس الجديدة المشيدة في ضواحي عقد وقطاريت وكبكب ومدينة أفعبت بمديرية أفعبت بتقديم خدماتها التعليمية. وأوضح مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في التقرير الذي قدمه في الاجتماع التقييمي لبرامج التنمية بدء تقديم التعليم الثانوي في قلامة هذا العام إلى جانب المدارس الأربعة الجديدة، وأن الأوضاع الزراعية أيضا جيدة. وأشار إلى فتح قسم لطب الأسنان في مستشفى أفعبت والقيام بأنشطة تطعيم واسعة للأطفال والمتابعة المكثفة للحوامل في الأشهر الثلاثة الماضية، وتقديم الخدمات البيطرية لحوالي 7000 رأس من الماشية، وتنفيذ أنشطة نفير نظافة وصيانة الطرق. وأهاب الاجتماع بتنظيم الدورات التأهيلية لعمال بلدية المدينة لتنفيذهم مهام فاعلة، وبدء شركة حارات للمواصلات العامة الخدمات على طريق أفعبت كرن، والقيام بمراقبة جيدة لإيرادات إيجارات البيوت. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، بدأ انتشار الشرطة العسكرية الروسية على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا بموجب اتفاق مع تركيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هجوم تركيا على القوات الكردية انتهى. وبعد أسبوعين فقط من سحب ترامب للقوات الخاصة الأمريكية، مما أفسح المجال أمام القوات التركية لاجتياح شمال شرق سوريا واستهداف الحلفاء السابقين لواشنطن من الأكراد، أظهر نشر الشرطة الروسية مدى التحول السريع لميزان القوة في المنطقة. وعلقت تركيا هجومها الأسبوع الماضي وفق اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يتضمن انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وحصلت بعد ذلك على دعم روسي هذا الأسبوع لاتفاق أشمل يقضي بإبعاد وحدات حماية الشعب من كامل الحدود الشمالية الشرقية. وفي كلمة بالبيت الأبيض، قال ترامب أن تركيا أعلنت أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم الأسبوع الماضي أصبح دائما، مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها على الواردات التركية ردا على الهجوم عبر الحدود. وقبل اجتماع لوزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل، رحبت الولايات المتحدة والحلف بحذر بمقترح ألماني لإقامة منطقة أمنية في شمال سوريا، رغم أن سفيرة واشنطن في الحلف كاي بيلي هيتسيسون قالت أنه ينبغي اطلاع أوروبا بمسؤولية المنطقة الأمنية وليس القوات الأمريكية. اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك يون على أهمية التعاون في ملف كوريا الشمالية وغيره من القضايا السعية لإعادة بناء العلاقات بين البلدين وسط نزاع مرير على مسائل تاريخية وتجارية، لكن لم تظهر علامة واضحة تدل على حدوث تقدم حقيقي. وكرر أبي تصريحات سبق وأن أدلى بها حين قال إن كوريا الجنوبية يجب أن تفي بوعودها كي تتحسن العلاقات بين البلدين. وكانت العلاقات بين طوكيو وسيول قد تدهورت لأدنى مستوياتها منذ عقود، بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر بعض الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين الذين أرقموا على العمل في مناجمها ومصانعها وقت الحرب. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية في إفادة صحفية عقب المحادثات أن أبي أكد أيضا على موقف بلاده الذي يرى أن حكم المحكمة الكورية الجنوبية يفسد أساس العلاقات الثنائية. يعلن مسؤولو الصحة العالمية عن تحقيق انتصار جزئي في الكفاح المستمر منذ عقود للقضاء على مرض شلل الأطفال، حيث تم التصديق على القضاء على سلالة ثانية من 3 سلالات للفيروس على مستوى العالم، وبالقضاء على النوع الثالث من فيروس شلل الأطفال المعروف أيضا WBV3. ستكون تلك ثالث مرة في التاريخ تشهد التخلص من فيروس يصيب البشر. وينتشر شلل الأطفال بين السكان المعرضين للإصابة في مناطق تغيب عنها المناعة وتعاني من سوء الرعاية الصحية. ويهاجم الفيروس الجهاز العصبي وقد يسبب شللا دائما في غضون ساعات. ولا يوجد علاج للمرض، لكن من الممكن الوقاية من العدوى عن طريق التطعيم، ويرجع الانخفاض الشديد في عدد الحالات المصابة في العقود القليلة الماضية إلى حد كبير لتكثيف حملات التطعيم محليا وعالميا للرضع والأطفال. واكتشفت آخر حالة إصابة بالنوع الثالث من فيروس
استشاري الأطفال في شمال نيجيريا في عام 2012، ومنذ ذلك الحين يجري مسؤولو الصحة العالمية مراقبة مكثفة للتأكد من القضاء عليه. قالت جوجل أنها حققت فتحا جديدا في أبحاث الكمبيوتر باستخدام حاسوب كمومي استطاع أن يحل في دقائق مسألة معقدة كان أقوى حاسوب خارق متوافر حاليا سيستغرق آلاف السنين لحلها. ويتوقع الباحثون في جوجل أن تقود الحاسوب الكمومية خلال سنوات قليلة إلى تقدم في حقول مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم المواد والكيمياء. وتخوض الشركة سباقا مع منافسين مثل IBM ومايكروسوفت على الاستغلال التجاري للتكنولوجيا وبيعها من خلال وحدات للحوسبة السحابية. ويسعى علماء الكمبيوتر منذ عقود لاستقلال مبادئ ميكانيكا الكم التي تحكم سلوك الجسيمات دون الذرية التي يمكن أن توجد في حالات مختلفة على نحو متزامن بخلاف عالم الحياة اليومية الذي يدركه الناس. وكتب فريق الباحثين بقيادة فرانك أروت من قسم الذكاء الصناعي في جوجل أن هذه الزيادة الجذرية في السرعة مقارنة مع جميع الخوارزميات التقليدية المعروفة هي تحقق اختباري للتفوق الكمومي لهذه المهمة الحوسبية المحددة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.